انا النهارده طالعه ومش هطول عليكم، بس عايزه اتكلم في موضوع بجد يعني. موضوع الطيبات. الموضوع بقى مؤذي. يا جماعه لو سمحت، مرضى السكر ممنوع يمنعوا دواء السكر وممنوع يتبعوا نظام الطيبات. واحد عينه راحت. انا مش هطول عليكم النهارده، انا بس هبسطها لكم شويه تريكات بسيطه كده. دلوقتي انا في حد انا اعرفه فعلا، تمام، هو مريض سكر وضغط. جه قال لك انا زهقت من الادويه، زهقت من التعب، انا هتبع نظام الطيبات، وراح مانع الدواء بتاع السكر وفضل ياكل في مربى ونوتيلا وبطاطس مقليه زي نظام الطيبات. وهوب عينه ضعفت، هوب واحده منهم راحت. راح امبارح للدكتور بيقول له انت ما بتاخدش الدواء، انت ايه اللي حصل في عينيك؟ قال له انا منعتها، انا ماشي على نظام الطيبات. قال له طب اديك عينك راحت. ايه حلوه الحاله دي؟ حلوه. الحالات الفيك اللي بتنزل وتقول احنا بطلنا الدواء وخفينا، كل دي حالات فيك. لو الحالات دي صح، ليه الموضوع ما توثقش؟ ليه الموضوع يعني ما توثقش ومنظمه الصحه العالميه وافقت عليه؟ ليه؟ انا ما بتكلمش على حد مات، الله يرحمه ويسامحه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه، انا بتكلم على النظام. النظام مش موثق، احنا كلنا ماشيين بنظام موثق. احنا مش جايبين كلام من عقلنا، احنا كدكاتره مش عباقره كلنا، لا الكلام ده موثق في منظمه الصحه العالميه وكلنا ماشيين عليه. انا مش عايزه حد يخترع. انت عايز تخترع، تمام، روح وثق بقى الكلام اللي انت بتخترعه ده، وثقه واحنا هنمشي عليه. ما هو الهرم الغذائي ما هو اتقلب ومشينا على الجديد. جماعه لو سمحت محدش يبطل دواء. كمان في حاجه عايزه اقولها. واحده عملت نظام الطيبات، تمام، انا قلت لها روحي اعمليه بس ارجوكي بلاش نوتيلا وبلاش شوكولاته وبلاش بطاطس مقليه. عملته، المهم انا كلمتها بعد اسبوع فقالت لي انا فعلا نزلت عليه جرامات. يعني بطيء يا دكتوره شويه بس بنزل عليه جرامات. قلت لها ايه؟ مفيش مشكله. انت بتاكلي ايه؟ انا مش لاقيه حتى النظام على النت، يعني حتى مش موجود. المهم بعتتهولي، لقيتها عامله عجز في السعرات الحراريه. هي المفروض تاخد 1800 سعر حراري، عامله عجز في السعرات الحراريه بتاخد 900 سعر حراري في اليوم. طب ما طبيعي انا لما هعمل العجز دوت، لو انا طول اليوم اصلا باكل بسبوسه وعامله العجز في السعرات دوت، هخس. طبيعي هخس. يا جماعه شغلوا دماغكم شويه، مش اي حد يقول لكم اي حاجه تمشوا وراه. لما هتعملي عجز في السعرات هتخسي. لو انت طول اليوم قاعده تاكلي شمام مثلا، يعني تمام، هتخسي. الانظمه القاسيه بتخسس بس مش صحيه، غلط على صحتك. احنا جايين عشان نخلي صحتك افضل، نخليكي احسن، نحسن معاكي لو عندك مقاومه انسولين نعالجها، نحسن السكر اللي من النوع الثاني، نخليكي حتى لو انت سكر من النوع الاول تبقي بدل ما بتاخدي الحقنه كذا مره في اليوم، لا هخليكي تاخديها مره واحده. يعني احنا بنحسن من صحتكم. خليكي لو انت مرضى ضغط وسكر تحافظ على صحتك وتعيش اكتر بصحه وبسلامه. نحسن من المفاصل لما بتتعب من السمنه وزياده الدهون في الركبه، بنحسن من دوت لما بننزل الدهون بشكل صحي. لازم اديكي اكلك طول اليوم، فيتاميناتك. ما ينفعش اقول لك شيلي نص السعرات بتاعتك في اليوم وانت هتخسي طبيعي، بس هتهبطي، هيجيلك انيميا، هتبقي تحتاجي ده اسود، تقعي من طولك لو انت بتشتغلي. ليه يا جماعه لو سمحت؟ مرضى السكر ممنوع منعا باتا، خصوصا لو انت سكر مرحله اولى ممنوع منعا باتا تبطل دواء السكر، ولو مرحله تانية ممنوع تبطل دواء السكر، ولو حتى مقاومه انسولين ممنوع برضو ان انت تاكل سكر. السكر سم لجسمك، انت هيحصل لك مضاعفات السكر، نظرك هيروح، هتبقى مبسوط لما تتعمى. يعني بجد الموضوع مستفز، انا ما عدتش قادره اتكلم بصراحه بهدوء فيه. ليه نأذي نفسنا؟ ليه نوصل نفسنا لمراحل اذى على حاجه اصلا هي مش والله ما موثقه؟ مش اي اختراع او اي افتكاسه تطلع وشويه ناس فيك طالعين يقولوا احنا خفينا. يعني ايه؟ بيقول لك اصل مريض الكلى يغسل مره واحده في الاسبوع، يعني انت بتسرع من موته؟ يعني عايزه يموت اسرع مثلا في خلال سنه يكون مات خلاص؟ الكلام ده نهائيا غير موثق
وغير صح وضار جدا بالصحه، هيزود السمنه. الناس خلاص دلوقتي بقى هتبقى ما شاء الله اوزان، وهتشوفوا اللي هيحصل في الناس. هاتوا يا جماعه، النظام مليان حاجات كتير جميله تمام، بس بلاش نمنع السكر. الحاجات الجميله فيه السمك جميل، كلوا سمك، كلوا سمك، كلوا الخضروات الموجوده في النظام كلوها، كلوا العيش الحبه الكامله، العيش الاسمر كلوه جميل ممتاز وصحي. بس بلاش نمنع ادويه مرضى السكر، بلاش ناكل سكر، بلاش ناكل مربى. شيلوا السكر والمربى من النظام وكملوا النظام. والبطاطس المقليه لو سمحت، كل البطاطس في صورتها العاديه اللي ربنا خلقها فيها، وكملوا النظام كله زي ما انتم عايزين. قولوا لي في الكومنتات مين عمل نظام الطيبات ومشي عليه وزاد عليه كام كيلو. وكمان في حاجه